السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل شوربة الرز الجامدة جدا اللي هي الشوربة الشتوية اللي بتحتفظ بالسخونية. تعالوا نشوف مقاديرها ايه معانا. معانا هنا شوربة لحمة، شوربة فراخ بلدي، اي شوربة انت تحبي. انا هنا معايا شوربة لحمة ومعايا كوباية رز وسمنة بلدي. بس هي دي بس مقاديرها. اهم حاجة الشوربة متبلة وتوابلك الحلوة وبصلك وكل حاجة، بس هتديكي نتيجة كويسة. بس اهم حاجة الرز هنا معايا ما بيتغسلش. ليه ما بيتغسلش يا جماعة؟ علشان هيطول معايا في التحمير، وانتوا عارفين الرز اليومين دول هو بقى نضيف، مش محتاج تنقية ولا اي حاجة. فبحمره على طول، نزلت بالسمنة وحمرته ويبتدي يخش في التحمير كأنك بتحمري لسان عصفور. انا عايزة درجة التحمير بتاعته غامقة شوية، بس مش قوي عشان ما تغمقليش الشوربة. يعني زي ما قلتلك كأنك بتحمري لسان عصفور. كده خلاص داخل معايا في التحمير. معلش هو مش بيطول قوي، لكن لو غسلتيه هيطول معاكي اكتر. كده خلاص داخل في التحمير. لو جربتيها فعلا الشوربة دي هتعجبك جدا، لان هي دي فعلا شوربة شتوية جدا، عشان قلتلك الرز بيحتفظ بالسخونية بتاعته. كده نزلت بالشوربة، وخلي بالكم وانتوا بتحطوا الشوربة علشان بيطلع بخار جامد، بس عشان وشكوا لا قدر الله. فهي كده خلاص. على فكرة الشوربة خلصت معانا، وشوربة حلوة جدا جدا. في كتير ناس يعرفوها اللي هم بتوع زمان، انا مش بتاعت زمان قوي بس بعرف حاجات زمان لان امي كانت بتعملها. طبعا الشوربة كانت سخنة معايا، وطبعا الرز سخن، فيا دوبك هتغلي معايا وهطفي عليها. اسيبها كمان متعرية مش قوي، علشان الرز ما ينفش معايا جامد. انا عايزة الرز يكون معقول معايا كده، زي يعني زي لسان عصفور بيقطم كده بس شوية. بس عشان لو فنش قوي فهيملى الشوربة كلها. هي بس غلوة واطفي عليه بسرعة، او لو الشوربة سخنة خلاص. المهم ما يغليش كتير على النار، واطفي عليه، والسخونية هي اللي هتسوي الرز معاه. كده خلاص الشوربة خلصت وسهلة خالص، وياريت تجربوها. وانا اصلا بعتمدها على طول في الشتاء عشان بتدفي، وياريت تجربوها. واللي اول مرة يشوف القناة يدوس لايك وسبسكرايب، واستنوني فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.